يعني ما الذي يجعل المتحف المصري الكبير يلقى كل هذا الزخم محط أنظار العالم قبل حتى حفل الافتتاح؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا حابب ان انا ابتدي من حيث ما حضرتك انتهيتي برساله قائدنا ورئيسنا عبد الفتاح السيسي. الحاله اللي الرئيس بيذكرها فكره الرساله اللي هو بيوجهها للعالم اجمع في حاله احتضان مصر لمبادئ الانسانيه. طبعا. المتحف المصري الكبير مش مجرد جمع لزخر كبير من المرتنيات الأثرية فقط لا غير، ولكن بيوضح مدى تفاعل الإنسان وحفاظه على البيئة المحيطة به. يعني المبادئ المختلفة اللي بتسعى ليها منظمات حماية المتاحف أو فكرة الاستدامة البيئية اللي بتسعى لا تؤكدها على مختلف البلدان، المتحف المصري هو النبأ ليها. والحالة اللي هو بيشهدها أو اللي احنا هنرآها إن شاء الله في مساء اليوم دي انعكاسية لما أنتجه جده الأكبر بالتحديد. إن كل المقتنيات اللي احنا بنرآها واللي هيتم عرضها كلها مزيد من تفاعل من عناصر من البيئة الطبيعية، سواء البيئة العضوية أو البيئة اللي هي المصنعة أو من خلال البيئة العضوية ذاتها، أو البيئة الطبيعية من تفاعلات من معادن، من أخشاب، من عناصر متعلقة بالكائنات الحية والنباتات. كل ذلك بيحدث تناغم ما بين الإنسان اللي هو مفهومه عند المصري القديم الموكل لإدارة الموارد الطبيعية اللي أنتجها المولى عز وجل ليه. المفهوم اللي أنا بقوله دوت يكاد يكون باين إن هو مفهوم ديني، ولكن هو مش ديني بالمعنى، لأن المصري القديم كان مؤمن بوجود عقيدة كونية هي اللي أعطته كل النعم دي. فالفكرة دي فضلت متسلسلة معانا وابتدت تتوارث لكل أطياف الشعوب المختلفة، مش الشعب المصري فقط لا غير. وابتدوا الدول الأوروبية تهتم بالمنهج ده أو فكرة النهج ده، ومن ثم ابتدت الدولة المصرية تهتم إن ضرورة ما يبقاش المتحف مجرد مأوى بيضم عدد من المرتنيات،